طيب رجعنا لحضراتكم مره ثانيه ولسه مستمرين معاكم في قهوتنا وفي قعدتنا الكرويه اللطيفه جدا مع نجومنا. طيب كابتن مصطفى، خلينا بقى نتحول لمنتخب مصر. احنا عندنا ان شاء الله باذن الله مباراه امام منتخب البرازيل، مباراه اعداديه. بس قبل ما نخش كنت عاوز اختم حاجه بس بالنسبه للنادي الاهلي. اتفضل يا فندم. النادي الاهلي يمكن احنا عندنا ميزه، انا بتكلم عن النادي بتاعي اللي انا اتربيت فيه وعايش وعارف ايه اللي بيدري فيه. النادي الاهلي لما بيحس ان في حاجه خطا بيعمل ستوب وبيبدا يغير من جلده. فبرضه يمكن اسماعيل قال كلمه ان لما وليد مشي، وليد سليمان مشي، ووليد صلاح الدين مشي وبتاع، محمد يوسف والكلام ده كله، ده زي ما انتم بتقولوا ده بالنسبه لهم النادي مفتوح ليهم. زي محمد شوقي ما مشي وعماد النحاس ليهم مكان برضه موجودين، هيبقى في وقت من الاوقات. انما النادي الاهلي اللي عنده الميزه بقى اللي هي في النادي الاهلي صحيح كده. انا شايف طبعا اخبار نادي الزمالك من الخضري واسامه واسماعيل ان بيسيبوا الحاجات تتراكم عندهم وبعد كده بيبداوا يقعدوا يفكروا هنعمل ايه. انما النادي الاهلي انا بقول لك دي من الحاجات الميزه اللي عندنا، ان بيعرف الخطا فين وبسرعه. الخطيب جه وقال لك يبقى ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ موجودين ويقدروا يعملوا كذا 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 كذا، وقدروا في فتره بسيطه مش فتره طويله، فتره صغيره جدا، قدروا ان يحطوا ايديهم على كل حاجه. وانا بقول لك الحاجه الكويسه اللي اتعملت ودي كانت ممكن تعمل مشكله، اللي هو الكابوس. ايه الكابوس؟ التروب. ده كان كابوس حتى الجماهير النادي الاهلي. فانهم نجحوا ويقدروا بالراحه وبهدوء والكلام ده كله وتعلموا بقى، وشافوا قدامهم نادي الزمالك المشاكل اللي كانت موجوده عنده دي بالنسبه للفلوس دي كلها. فالنادي الاهلي معاه فلوس انما خلاص بقى يعني الفلوس دي انا هصرفها بقى على حاجات. كابتن مصطفى، النادي الاهلي معهوش فلوس. لا انا اقصد ايه ان هو يعني الفلوس، والله انا بقول لك معلومه، النادي الاهلي الموضوع مش زي ما الناس ما متخيله. القصه ما فيهاش وفره في الفلوس. بيعرف يجيب فلوس يا ابراهيم. بيعرف، ايوه برافو عليك. يعني انا مثلا هقول لك الحاجه بمنتهى الامانه، انا ما اعرفش هل احمد حسام عوض في شركه الكوره ده بيسحر ولا ده بيعمل ده شاطر بسم الله ما شاء الله. شاطر ومعاه براند النادي الاهلي. انا نفسي اسال احمد حسام عوض انت بتعمل ايه علشان يجيب هذا الكم من الرعايات؟ هو بيعرف باسم النادي الاهلي. بس السنه دي صعبه على النادي الاهلي. يعني يا كابتن مصطفى هي نسبه وتناسب. أيوة. هي نسبه وتناسب. انت دلوقتي حضرتك بتيجي تقول لي ايه؟ انا تيشيرت الاهلي هشوفه في دوري ابطال افريقيا وطالع من دوري ابطال افريقيا رايح على كاس العالم للانديه، التيشيرت القيمه بتعلى، القيمه التسويقيه. صح. سيبك احنا كده خلاص كلنا متفقين ان النادي الاهلي قيمته كبيره جدا جدا تاريخيا، بس القيمه التسويقيه هي اللي بتخليني ايه؟ اعرف ابيع حته هنا زياده وارفع الرقم هنا زياده. في الشرط طبعا. لكن انا اكون بعمل الموسم ده موسم سيء جدا جدا جدا، صفر تقريبا طبعا. وانا كشركه لا كوره. هو كسب السوبر في بدايه ايوه بس يعني مش ده امال الاهلي. وانا كشركه كوره مش بس يا كابتن مصطفى بجيب بنفس الاسعار، لا ده انا بعلي وبجيب باسعار كبيره. ده ساحر. احمد حسام عوض ده انا معاك ساحر. انا معاك. فعشان كده انا بقول لك هي دي ميزه النادي الاهلي اللي بيعرف الخطا بتاعه فين، ما بيخليش فيه تراكمات عنده. فيبدا يخلص بسرعه اللي هو طبعا نجح ياسين وسيد، وهفضل اكررها لان هي كانت عندهم مشكله كبيره قوي في المدرب دي، هيستنوا لحد اخر يونيو لحد ما الراجل كان يقول لهم انا ما اعرفش بقى كان بيعاند ولا ايه. انما نرجع ونقول ان اسم النادي الاهلي بيساعد اي حد. صحيح. المنتخب هنعمل ايه قدام البرازيل؟ البرازيل انا متفائل جدا لحسام حسن عشان تبقى عارف، ويمكن انا قلتها معاك هنا كذا مره، قلت لك ان حسام حسن هيعمل حاجه. الناس تقول لك اصل حسام محظوظ، ما هو الكوره ايه؟ ما حظ. ممكن يبقى مدرب جامد بس ما عندوش توفيق. حسام حسن دلوقتي الحمد لله فيه ميزتين، مدرب جامد والحمد لله من المدربين اللي عندهم توفيق، دي حاجه كويسه. حسام عمل حاجه كويسه قوي الناس مش واخده بالها منها. حسام قدر يقرب اللعيبه منه كويس قوي. اللعيب اهو كباتن هي كبيره اهي، اللعيب لما بيحس ان المدرب انا عايز المدرب ده، اللعيب بيطلع كل اللي جوه في الملعب. فحسام نجح في الحته دي، وانا بقول لك بكره احتمال يعني الماتش ده ان شاء الرحمن درون تعادل مع البرازيل. مع البرازيل. دي فرقه مرعبه قوي والله ابدا. انت احنا عندنا فرقتنا كويسه يا ابراهيم. طيب يا رب انا اتمنى ان شاء الرحمن. انا مع اصلا بخش الماتشات الوديه ديت ما بيفرقش معايا بصراحه النتيجه، لان انا بيفرق معايا ان انا عامل اعداد قوي، انا رايح اقابل فرقه قويه عايز اتكشف، يعني انا عايز لو عندي مشاكل ايه دي جرأة فانا عايز اشوف مشاكلي ايه. فانا مش من الناس اللي بتفرق معاها، بس بتفرق معاك النتائج في الماتشات الوديه ولا لا؟ بتدي ثقه طبعا، بتدي ثقه لو حققت نتيجه ايجابيه. طب سلبيه لا قدر الله؟
برضه ليها اثر. والله؟ طبعا آه. طبعا. لكن انا متفائل بكره. يعني متفائل لحسام. نفس تفاؤلي مع مباراه اسبانيا. يعني انا شايف ان حسام بيقدر يلعب الماتشات الكبيره بطريقه لعب تتناسب مع المباريات الكبيره. كويس. وحسب امكانيات لعيبته. وامكانيات لعب. يعني بكره ممكن تلاقي حمدي فتحي ليبرو واثنين سردباكات. الله. ده غالبا ده ليبرو قدام الاستوبرين. لا ورا؟ خصوصا ان هو هيلعب بنسبه كبيره محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، ووراهم حمدي فتحي. ولازم محمد عبد المنعم لو لعب لازم يبقى فيه 3-4-3 كده؟ فتوح ما تكمل بقى بقيه التشكيل. فتوح وهاني، امام، مروان، ماشي. والثلاثه الجامدين بتوعنا صلاح، تريزيجيه، مرموش. مين اللي هيلعب راس حربه فيهم؟ مرموش. انا شايف ان ممكن يعمل نتيجه كويسه جدا بالتشكيله دي. بالتشكيله دي. طب كابتن اسامه؟ هو طبعا الكابتن حسام اعتاد ان هو يبقى منظم اخر ايامه. زمان لما كان بيطلع انتوا بتدافعوا ليه؟ كان بيطلع كده، كنا بنسمعه احنا ايام كوبر يقول لك بتدافعوا ليه؟ انتوا بتقفوا ورا كده ليه؟ انا اتخيل ان هو في ماتش اسبانيا ادانا انطباع. انت بتردها له يعني؟ بتردها له وانت على الهوا وانت محلل دلوقتي صح؟ بترد له؟ لا والله الكراسي اتبدلت. ما هي الكراسي اتبدلت. ما هي الشغلانه ديت ايه؟ ما هي الشغلانه دي ايه؟ كورتي اوضه وصاله. القعده هنا حلوه. سمسم دلوقتي قاعد هنا. كمان اسبوع هينزل هناك. هنقطع فيه احنا عادي. وهيكلمك يقول لك لازم ايه؟ تبقى متقبل. ايوه هيكلمك. لا مفيش بقى. هو مش هيكلمك انت. هو هيقوم طالع في البتاع. هو مش هيقول بقى. هيقوم طالع يقول لك الناس اللي بتقول في الاستوديوهات قاعدين في التكييف. لا يا ابراهيم لازم تقول له حاجه. اللي انا كنت معاهم. لازم تقول له حاجه. يا حسام بيقول الكلام ده اسامه. لا يعني هو ما شاء الله الفتره اللي فاتت بيلعب كل الماتشات الكبيره فعلا بنظام وسيستم. وبكره انت عشان سالت الكابتن اسماعيل سؤال، النتائج بتاثر؟ طبعا والله طبعا، لان دي نتيجه قبل المباراه الرسميه بتاعتك باسبوع ولا حاجه. فانت لازم تطلع بشكل حلو عشان تديك ثقه، لانك مش رايح على مباراه سهله كمان اللي بعديها. يعني مباراه بلجيكا في الافتتاحيه دي مش مباراه سهله. انا اعتقد ان بكره هو هيلعب بنظام وسيستم كويس قوي. انا بشوف ان هو هيبقى اكثر حرصا بكره كمان. ممكن ما يبقاش امام، وممكن امام ده يكون واحد من الثلاثه اللي قدام يا ابراهيم. يعني ممكن يكون هو حريص قوي بكره. طب يلا قول لي كده في الطريقه. ممكن يشتغل هو زي ما كابتن اسماعيل قال بمنعم وحمدي فتحي وياسر ابراهيم، او ممكن يدي منعم كمان شويه ويبدا برامي ربيعه، على اعتبار ان دول اللي خدوا اكبر فترات معاه. ماشي. بعدين في نص الملعب هيكون اكثر حرصا، لان هو لو لعب بعمق يا ابراهيم السرعات بتاعت رافينيا والراجل فينيسيوس دول لو لعبنا بليبرو عامل عمق، يعني معناها ان الاثنين كده واحد في مساحات هتبقى في العمق ده. فهو ممكن يلعب ازاي؟ الامان بتاعه ان هو يلعب بمهند ومروان عطيه، ومن هنا هاني، ومن هنا فتوح. لما نخسر الكوره مش هنعدي نص الملعب. 5. ما هو انت مش هنعدي نص الملعب. ما هو انت عشان تعمل نتيجه شكلها كويس لازم يبقى عندك امان وطمانينه صح. في مجموعه اللعيبه. لازم تقفل الملعب. اللو بلوك والهاي بلوك والميديم. طب وبعدين يا كابتن محتاج تركيز زياده على اللزوم قوي. عندك الكونتر اتاك صح. اللعيبه التكتيكيه عندك عشان لعيبه كده- عشان مؤهله كده كده. لو انت عايز تستغل امام عاشور صلاح ومرموش وامام عاشور يا كابتن، يعني في الثلاثه بالنسبه لي انا. بس انا يبقى الثلاثة انا صلاح، انا شاري من ومرموش. عند الكابتن اسامه. ها؟ تيجي مش عايز تشتري من عنده؟ لا خالص. ليه؟ مش هنوصل نص الملعب لو لعبنا كده. هل انا قدام البرازيل بالظبط. هل انا قدام البرازيل تجربة عايز اعدي نص الملعب طول الوقت؟ طبعا. ولا لا لازم. انا اكمل بيت الجمله طول الوقت، ولا في مراحل من المباراه هتجرأ واروح بواحده؟ انا بلعب مباراه البرازيل بكره ليه؟ تجربه لايه؟ عشان كاس العالم. بلجيكا. مباراه ايه؟ بلجيكا. فلازم هيبقى فيه، لازم هاجم في بعض فترات في المباراه، مش هدافع طول الوقت. ايوه يا كابتن، ما انا مش مختلف معاك اهو. ما انا قلت لك التشكيله هو اللي واحده هنلعب بيها دي يبقى احنا مش هنعدي نص كابتن الملعب. مصر وتعتمد بقى على صلاح بكوره، على مرموش بكوره. الامان والطمانينه يا إبراهيم. هيبقى 3 بس. طيب الامان والطمانينه هتخليك تهاجم ب5 وتدافع ب5. طب مين إزاي؟ هم الخمسه اللي هقول لك هاجموا؟ بقى. ماشي. لو احنا اعتبرنا ان هاني ده وفتوح هيزيدوا مع صلاح ومرموش وامام، ادي ال5. ماشي. وال5 بتوع الامان اللي هم 2 مهند لاشين ومروان عطيه بينزلوا بتوع خط الظهر. فانت هتروح تهاجم البرازيل باكتر من 5؟
يبقى احنا بنضحك على بعض. هو هاني مش هيطلع هتزيد ولا بستة فتوح، وسبعة. لان فينيسيوس طبعا. طب ما تيجي نسال سؤال، ما تيجي نسال سؤال يا كابتن مصطفى. يا استاذ مش عارف ابراهيم. نص الملعب. احنا بنتكلم لا طب ما انا بنتكلم في الكوره. ده كوره. ما تيجي نستحضر روح كابتن حسن شحاته لما كنا بنلعب البرازيل معاهم اشاوسهم، معانا اشاوسنا وبنلعبهم. مش كنا تقريبا بنلعب برضه 5؟ انت في فتره تفوقت على البرازيل فيها. صح كنا بنلعب 5 صح؟ عناصر 5 3 اللعيبة 2. عندك مين؟ طب هو احنا ما ينفعش كانت مين في الملعب ال11 اللي انا بيلعبوا؟ معاك، بس انت ما عندك لعيبه دلوقتي بس دلوقتي كويسة. عندك اهتجاج. في بس مش بنفس في قيمة اقدر على التحولات في تحولات. هو في اكثر من المباراه دي تلعبها فيها اكثر من تكتيك فيها. اولا انت بتلعب او هتلعب المباراه بتاعت كاس العالم، مش هتلعب مفتوح، لازم ده المساحات انا شايف للناس دي كده، كلها. انا شايف كده بصراحه. وبعدين العب بقى على الكونتر اتاك، جه ما جاش انت مش خسران حاجه. انا شايف كده، انا أأمن نفسي، صح اروح ايه؟ صح. أأمن نفسي، اقفل كويس، بس مش بسبعه، اروح هتأمن نفسك مش بسبعه. والله لو عندي القدره أأمن بال11 واطلع مش ب2 6، لا مش ب2 6 في مش ب2 اختلاف، بس انه نشيل مهند ونحط حد امام. يهاجم ودافع. كلامكم حلو قوي، عاجبني. بس مش لا كلامكم حلو، كلام كابتن مصطفى قال لك ايه؟ نأمن ونعمل كده. احنا كنا بنعمل كده من 8 سنين. ايوه 2018 في كاس العالم من 8 سنين. بس الناس مش واخده بالها، بس في نقطه احنا في المجموعه بتاعتنا كلها بنشرف ان احنا عندنا كابتن اسامه نبيه وكابتن فايز كانوا موجودين في كاس العالم. اخر جيل راح كاس عالم كان مع كابتن اسامه نبيه وكابتن محمود فايز وكان مستر هيكتور كوبر. وعندنا الكابتن اسماعيل يوسف بسم الله ما شاء الله من نجومنا برضو اللي كانوا موجودين في كاس العالم. فاحنا يعني الحمد لله عندنا ناس جامده في موندياليين يعني. عشان كده يا ابراهيم لازم اللي هو الناس نسيت لك اللي فات كله، فاكره لك اللقطه الاخيره دي. ناس نسيوا 2018 مونديالي برضه تاني. أيوة. خد بالك 2 مونديال شباب بتبقى أيوة. تقيله برضه يعني. انت لازم توفق او تخفض حسب يعني، سيبك من اللي فات ده. ماشي. انا بكلمك في الامان والطمانينه، ان انت لازم تبقى مقدر. خد بالك المفاجآت امبارح لو احنا كلنا تابعنا. انت كنت بتقول الكلام ده حلو بس ايه؟ كنت بتقول كلامنا حلو بس ايه؟ كمل بقى. ما كملتش. كلامكم حلو، لان احنا من دلوقتي في 2026 بقينا لازم نبقى مأمنين الفرقه بشكل كويس، منظمين الفرقه بشكل كويس، ونقدر نعمل واحده تحول ولا 2. هو ده اللي احنا كنا بنعمله من 8 سنين. عايز يقول لنا انت لسه بتعايرنا. ايوه بس كده. عايز يقول لنا بالظبط كده. لا والله. عايز يقول يعني خد بالك انا كنت معاهم في روسيا. ايوه عايز يقول يعني انتوا دلوقتي ايوه بص من الاخر يعني هو عمال بيبص عشان كده انا لقط الحوار يعني. قال يعني انتوا عايزين تقولوا في 26 نأمن ونلعب الكونتر. خلاص يا عم وسام. واحنا كنا بنعمل كده في 18. خلص مع حسام حسن وجالنا احنا. ايوه واحنا كنا في 2018 نعمل. وانت يا ابراهيم كنت بتطلع، هو عايز يقول لك وانت يا ابراهيم كنت بتطلع تقول عايزين نلعب كوره، عايزين نطلع لقدام. يا ابراهيم 26 نغير بقى، 8 سنين نغير، نلعب بقى مفتوحين. لا ما احنا مفتوحين مش هنغير. نستمتع والله، نتبسط. لا احنا مش هنعمل كده، احنا هنروح لفاصل ونرجع نشوف الموضوع.